بص كويس على المنظر ده، شاحنة ورا التانية بتتحمل على السفينة العملاقة دي. يمكن تسأل نفسك هي كل العربيات دي رايحة فين؟ الحقيقة إن دي شاحنات اتوقفت عن الشغل في الصين، مش عشان باظت، لأ، علشان القوانين هناك بقت صارمة في موضوع الانبعاثات والتلوث. بس الشاحنات دي لسه شغالة تمام، فبدل ما تتكهن بيتباع منها آلاف لأفريقيا. في الصين كانت قيمتها بتقل يوم عن يوم، لكن أول ما توصل أفريقيا بتتحول لحاجة مطلوبة وغالية. السفينة دي مش شايلة عربيات وبس، دي كمان فيها لفائف صلب ضخمة، اللفة الواحدة وزنها يوصل لحوالي 30 طن. لكن الغريب إن اللفات دي ما بتملاش السفينة كلها. ليه بقى؟ عشان وزنها تقيل جدا، ولازم يتوزع بدقة جوه السفينة عشان تفضل متوازنة. أي خطأ بسيط في التوزيع ممكن يخل التوازن ويعمل مشكلة في السفينة لو البحر هاج. الفكرة من الشحنة دي بسيطة، الصين عندها شاحنات تقيلة ما بقاش ليها استخدام هناك، وفي المقابل أفريقيا فيها مشاريع بناء كتير وطلب عالي على العربيات المستعملة. يعني ببساطة احنا بننقل الشاحنات من مكان فقدت فيه قيمتها لمكان محتاجها فعلا، والنتيجة السفينة وهي مليانة بعربيات مستعملة وحديد ممكن تحقق أرباح توصل لملايين الدولارات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، تابعني وانتظر مزيد. شكرا.